السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مباشرة من مدينة بوزنيقة. الأجواء الرمضانية هنا بمدينة بوزنيقة، المدينة الساحلية، المدينة الشاطئية، المدينة اللي كتعرف واحد الإقبال كبير في فصل الصيف. هذه هي الأجواء في بوزنيقة. كنتمناو صراحة النهوض بمدينة بوزنيقة لأن صراحة كتستحق الأفضل، والمدينه اللي غتقول الكلمه ديالها ان شاء الله في مستقبل الايام. خصوصا كنشوفوا بمجموعه من التحركات في الطريق الوطنيه رقم 1 شارع الحسن الثاني. هذه هي الاجواء ببوزنيقه، بوزنيقه اللي ما كتبعدش بزاف على مدينه الصخيرات. مرورا بواد الشراط. بوزنيقة كاين واحد شوية تشابه بينها وبين مدينة تمارة، لأن كتجزأ لجوج الأجزاء، الجزء اللي الفوق ديال شارع الحسن الثاني والجزء الثاني اللي هو في الجنبات ديال الشواطئ ديال بوزنيقة. هذا المسار اللي شدينا هنا الإخوان فهو كيدي مباشرة لمدينة الصخيرات. الأجواء هنايا سخونة، كاينه شويه الحراره، وهذه رساله للامهات والاباء يديروا لي كاسكيت لوليداتهم، خصوصا ملي كيكونوا غادي للمدرسه، ملي كيكونوا خارجين معاهم. مشاريع كثيره هنا في بوزنيقه، غنحاولوا ان شاء الله في وقت ما غادي نحاولوا نقربوكم مجموعه من المشاريع، البنايات. كتشوفوا مجموعه من مكاتب البيع هنا. وفي هذه اللحظات غادي نخرجوا من بوزنيقه، وهذا اللي كتشوفوا غندوزو من فوق، وهذا واد بوزنيقه. جماعه الشراط ترحب بكم وتقول لكم مرحبا بكم. الطريق الوطنيه رقم 1 اللي كتدينا مباشره حتى للرباط. هنا سيد الخديم على اليمين. كما كتشوفوا معنا غنبقاو غاديين على طول ان شاء الله. نخرجوا من جماعة الشراط، والوجهة ديك الساعة مباشرة غتكون مدينة الصخيرات. دائما الجولة ديالنا مستمرة من مدينة بوزنيقة في اتجاه مدينة الصخيرات، مرورا يعني بجماعة واد الشراط أو جماعة الشراط. كما كتشوفوا بعد ما فتنا المحطة ديال أفريقيا غادي نلقاو واحد الرون بوان قدامنا. البوان اللي هضرنا على الاخوان، فكنلقاو انه على اليمين كدينا لبن سليمان، وعلى اليسر كدينا للرباط على الطريق الساحليه. وإلا كملنا نيشان فكنمشيو على طريق الرباط الصخيرات على الطريق الوطنيه رقم 1. كتشوفوا بوزنيقة الرباط على اليسار، صخيرات الرباط، بن سليمان.
جايبه لكم جميع المسارات. فحنا غنختاروا المسار ديال الطريق الوطنية رقم 1. في هاد اللحظات غادي نلقاو واحد الاشغال فوق القنطرة، قنطرة واد الشراط. كنتمناو من الله انه يداروا اعمدة كهربائية هنايا ولا بروجيكتورات مؤقتين، لان هنا بالليل كتصعب السياقة، خصوصا مع هاد الحفار اللي كيتواجدوا هنا في الجنبات. كنتمناو من الله انها تكون شي التفاته في هذا الباب هذا. اشغال كبيره وطريقه تحول في القريب العاجل الاقصى اليسار. وغادي ندخلوا للتراب ديال مدينه الصخيرات من بعد الريزو اللي كنشوفوا قدامنا على اليمين. الناس اللي كيبغيو داكشي بيو راه كيتباع هنا في الجنبات، الدجاج، البيض، البقوله، اللبن، الريب. وفي هذه اللحظات كندخلوا للبلديه ديال الصخيرات. كندوزو على واحد المدرسه انا سميتها مدرسه واد الشراط، وكنبقاو غاديين في الطريق شويه كنلقاو المشاريع، كنلقاو مجموعه من البنايات هنا في الجنبات على اليسار ومنفص مع الحي الاداري. وفي هذه اللحظات غيبدا يبان لنا مجموعه من المشاريع السكنيه. كاين واحد 3 ولا 4 المشاريع هنا في الجنبات اللي غنرجعوا لهم ان شاء الله في حلقات خاصه، ونقربوكم ان شاء الله من كل كبيره وصغيره. هنا على اليمين ديالنا كاين واحد الحي اللي هو اداري، وهنا كذلك كاينه مشاريع اخرى اقصى اليسار، واللي كما قلت لكم غنرجع لكم ليها في حلقات خاصه ان شاء الله. هنا كنكونوا وصلنا لمسجد خديجه ام المؤمنين اللي كيتواجد في الجنبات ديال مشروع ميموزه والبساتين والريف وحي الفتح اللي معروف بالعرجة. وصلنا الميموزة، البساتين، الياسمين، الرياحين، الريف، حي الفتح، مجموعة من النقاط هنا اللي جات كتواجد تقريبا بمركز مدينة الصخيرات. فلازلنا مستمرين في الطريق الوطنية رقم 1. كنتمناو من الله نشوفوا ممرات خاصين بالراجلين هنا في هذه الاماكن بحكم الكثافة السكانية اللي كاينة هنا. ديالنا كاين مشروع الرياحين، مشروع 32 هكتار
اللي فيها تقريبا واحد 8000 شقة. هنا المدار اللي كيطلع لسوق الحد على اليمين، اللي كيطلع لجماعة الصباح. وإلا كملنا نيشان فكنلقاو المدارس ديال بالعناية هنايا الخاصة بكرة القدم بجنبات مقهى بالعناية، وكنكملوا المسار للأمان. وهنا عندنا الروم بوان اللي كتهبط للبحر، كنفوتوها شوية وكندخلوا على اليمين. وهنا كنكونوا وصلنا لمركز مدينة الصخيرات، كنكونوا وصلنا لجوهرات الصخيرات، لابيرل دو الصخيرات بمدينة الصخيرات. فمرحبا بكم كاملين، وكنتمنى من الله تكونوا استمتعتوا معنا من بوزنيقة حتى للمركز ديال مدينة الصخيرات من امام لابيرل دو الصخيرات. فمرحبا بكم والله يسخر الامور يا ربي. وكنقول لكم المحل محلكم، واي حاجه احتاجيتوها في التجهيزات المنزليه فمرحبا، الله المعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.